بتروي مفيدة إن حصل سنة 1964 إن هي كانت أمين سر في مجلس الأمة اللي هو البرلمان دلوقتي. كان المفروض إن هي تروح تقابل عبد الناصر شخصيا، لأن المفروض يروح 6 أمناء سر، بس هي اتأخرت شوية عن الميعاد. لقيت عبد الناصر خارج من الأوضة فاعتذرت جدا عن التأخير، قال لهم لازم اخد صورة مع مفيدة، وكان السادات في الوقت ده هو رئيس المجلس، وقال يعني مفيدة تاخد أحلى صورة لوحدها، وراح اتصور معاهم. وهنا تتصور مفيدة عبد الرحمن مع عبد الناصر والسادات مع بعض في صورة واحدة. سنة 1962 بقت أول عضوة مجلس إدارة في البنك. شاركت في لجنة تعديل القوانين الأحوال الشخصية اللي هي قوانين الجواز والطلاق والحاجات اللي زي دي. بعد كده بقت رئيسة الاتحاد الدولي للمحاميات والقانونيات في القاهرة، يعني هي بقت تعتبر زعيمة المحاميات العرب في العالم العربي. قدرت إن هي تتعامل مع الأمم المتحدة، وقدرت إن هي تسافر جولات في أوروبا، وبتدعم قضية المرأة. وعلى أثر الحاجات اللي حصلت دي اتعمل مكاتب توجيه الأسرة، واتعمل بيوت للطالبات المغتربات. بعد كده بقت عضوة في مجلس نقابة المحامين، وفي سنة 1996 تقاعدت عن المحاماة عن عمر يناهز 80 سنة. أما جوازها بقى استمر 70 سنة لغاية ما جوزها مات. وعبرت في لقاء تلفزيوني إن هي من بعد ما جوزها مات وهي حزينة عليه جدا، لأن هو كان أهم الداعمين ليها في مسيرتها المهنية، وكان راجل واثق من نفسه ومش غيران من نجاحها أبدا. وبتقول موقف مهم جدا دليل على حبها ليه، إن هي كان في مقابلة المفروض تروحها مع عبد الناصر وأبو مدين. قبل ما نزلت حبت إن هي تكوي هدومه وتلمع جزمته، مع ان كان في حد بيساعدها في الحاجات دي في البيت، بس هي رفضت، لان هي كانت شايفة ان ده دليل كبير على حبها ليه، ورد على مساندته ليها وعلى مساعدته ليها في مسيرتها المهنية. كانت دايما بتقول في لقاء تلفزيوني ان هي لما كان عندها امتحانات في الكلية وولادها مثلا يمرضوا، كانت بتقول ان جوزها محمد كان يقول لها روحي ذاكري يا مفيدة وانا همرض العيال واسهر عليهم كمان. كان بيساعدها في تربية 9 أولاد. واهم نصيحة بتقولها للناس في الوقت ده في لقاء التلفزيوني، كانت بتقول العدد كبير قوي كان عليا، ولكن زوجي ساعدني، وبلاش تخلفوا اكتر من 2 أو 3. وبجانب نجاحها المهني ده وعلاقتها الزوجية اللي استمرت 70 سنة، عرفت ان هي تربي 9 شباب علشان يطلعوا محاميين وضباط وناس كويسين في المجتمع. وتموت مفيدة عبد الرحمن 3 سبتمبر 2002 بعد مسيرة ضخمة جدا في العمل المهني ونجاح كبير بتنسبه كله لأبوها المتفتح، لجوزها اللي كان دايما بيدعمها وكان دايما سندها وظهرها.